اليوم مصلحتنا نحن كلياتنا تقتضي كمصلحة، عم بحكي تقتضي إنه أنا أشوف مصلحة الآخر ودارية، ما حاول إنه أنا قاتل على حقي. من مصلحتنا كلياتنا أن نوصل لاستقرار بحيث أنه لا يستفز الطرف الثاني ولا أنا عندي أستفز، بأنه نحن كلياتنا نمشي سوا نزق المركب بالضبط مثل قانون السير اللي ماشي عنا بهالحياة اللي بالشام. تروحي بسوريا قانون السير هو إملأ الفراغ التالي، الواحد بيشوف بيروح فورا بيزيبق بنط بيوقف. الناس بتحاول وبتناور وبتمشي، وهذا بيكسر على هاد وهذا بيطلع فوق هاد وهذا ما بعرف شو، وناس بتعيط وناس تصدم وناس كذا. آخر شيء كل واحد بيوصل على بيته. نحنا حلمنا إنه هيك نعملها، نكون آخر شيء نوصل نحنا على بيتنا آمنين، نقدر نعمل سوريا اللي تخلينا نحس حالنا عايشين بوطن بيحمينا، بيعطينا الأمان، بيعطينا الفرص، بيخلينا نزدهر. باترن دائما عم يتكرر، طابع عم تضرب تك 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 تك. امتى بدك تطلع منها؟ مو غلط انه نحن نضلنا عم نكرر الباترن، النمط اللي نحن عم نعمله، بس انه نحن نكون واعيين انه نحن عم نكرر هذا النمط، مرتاحين معه، مو مرتاحين معه، نحن عم نكرره لأنه هو عم نحاول نحن نوصل لحل لهي المشكلة. فنحن عم نحاول نكرر هذا النمط لحتى نفهم أنا شو عم حس هون وهون وهون، لأنه ممكن حركة إضافية تعطيني حل أنا مالي شايفه يطلعني. التراما ممكن تنتقل فعليا بالجينات، جينات اللي جواتنا اللي نحن عشناها كرعب. هذا الرعب اللي نحن حسينا فيه نحن حننقله يعني بالدي ان اي تبعنا. عم نحكي عن شيء كتير فيزيكال، مو عم بنقله كتصرف. هذا غير التصرف بقى، لأن أنا تصرفاتي مدفوعة كلها بخوف، فعم تسبب مشاكل للناس، مشاكل بالعلاقات اللي أنا موجودة حوالي. فأنا دائما عم لاقي حالي عم بصطدم، عم بتعرض لرفض هون، وعم بصطدم بهاد هون، وما بعرف شو هون. فهاد كفيل بأنه هو يسبب حتى تراومات، يزعج الناس اللي حوالي، بيزعجني أساساً مبدئياً، يعني هو مو مصلحتي، ويزعج الناس اللي حوالي ويسبب لهم يمكن ترامات. هل فعلاً نحن بدنا نسبب لأولادنا ترامات؟ هل فعلاً نحن بدنا نسبب للناس اللي حوالينا ترامات؟ هل فعلاً أنا بدي يكون عايش حياتي مزعوج وما عم بعرف شكل علاقات صحيحة مع العالم وصحية لإلي تناسبني وتناسب العالم اللي حوالي؟ هل فعلاً هاي الحياة اللي نحن بدنا إياها؟ نحن نستحق حياة جميلة وحلوة، ولما أنا بشفي حالي بيصير أسهل علي الحياة بحد ذاتها. يمكن التراومات اللي أنا معاني منها هي مو أنا اللي ساويتها لألي، مو أنا اللي سببتها لحالي، بس هي مسؤوليتي إنه أنا أشفي حالي، لأنه بالنهاية أنا هذا حالي، مين إلي غيري وبشني حالي؟ أهلا وسهلا فيك إبراهيم، مبسوطين اليوم إنه أنت معنا. والله أنا مبسوط كمان فيك. يعني بنعرفك، أنا بعرفك الشاب السوري المهضوم اللي بيحكي يعني اللي عنده محتوى شامي. بس بعد ما دست وراك وسألت عن شات جي بي تي وجوجل، طلع في قصص حلوة لازم نحكي عنها اليوم. شو رأيك؟ أنا مهتم أعرف إنه شو قال لك والله عن شات جي بي تي. حكالي قصص شيء أنت بتعرفه وشي ما بتعرفه. لو شات جي بي تي على أيام النظام كنت رحت فيه. ليك هالضرسان منين جايب هدول القصص كلها عني؟ لا مو حاكي لي شغلات خاصة، حكي لي عن شو عامل أنت. يعني شو عامل؟ عامل والله ما بنعمل. بس حكي إنه شو كنت، يعني شو دارس، قديش عمرك، عرفنا قديه عمرك وهدول القصص. احكي لنا أنت عن حالك طيب، لنشوف حزبط الحكي مع تشات جي بي تي ولا نخبص. طب هات أعطيني شي شغلة، أعطيني راس الخيط مسكيني. احكي لنا شو، مين هو إبراهيم، شو دارس، شو عامل، وين يعني. أنا دارس إعلام بسوريا، وبعدين درست كتابة سيناريو حوار بالسويد، وبعدين هلأ درست مؤخرا كمان كورس تاني بالسويد هو عن العلم النفس والفلسفة، كورس بعنوان معنى الحياة في المجتمعات المعقدة. المعقدة. أي نعم. أوكي، قصدهم بالمعقدة يعني شو قصدهم يعني كبلاد عالم يعني السوشيال ولا كيف؟ ما بعرف هنن شو قصدهم، بس رح أقول لك أنا شو حسيت. يعني إنه نحن يعني عشنا بفترات كنا فيها بترايبس، بقبائل أكتر بكتير ما نعيش بتجمعات ومجموعات كبيرة من البشر وسط مدن كبيرة. مع هاي التجمعات الهائلة من البشر صار أنظمتنا معقدة، أنظمتنا الاجتماعية معقدة، تواصلنا مع الآخرين صار معقد، ما له بهاي البساطة اللي كان عليها من قبل. اليوم أنت بتطلعي بالمترو، مشوار واحد بالمترو، بتقابلي عالم غرب أكتر
بكل العالم الغربي اللي شافهم بحياته حدا عاش بهداك الزمن. تماما أسلافنا. تماما. فأنتوا عم تدرسوا كيف الاختلاف أو شلون تطور الإنسان بهي الناحية؟ لا، نحن عم ش- ندرس نحن مين، نحن حالنا مين. كل حلو. واحد بيحاول انه هو يزت ما في جعبته ليعرف انه مين هو حاله. حلو كتير، لازم نعرف ايه، مين نحن. بظن انه هاي الاكسبيرينس كانت هي، لانه هي ملا يعني هي دراسه، ولكن مو انه دراسه اكاديميه طبعا انه تحصل على شهاده باخرها. مو هذا الهدف منها، قد مو انه الهدف منها انك انت تتعرف على حالك وتاخد قيمة لإلك، لذاتك، يمكن تبني معنى لإلك خاص فيك للحياة. يعني هديك المرة كنا عم نحكي في كتاب يمكن كان اسمه إنه لماذا كلما وجدت معنى الحياة غيروه. بهذا الكتاب مكتوب كمان إنه كتير مهم إنه يكون في عندك معنى لحياتك. يعني الأهم إنه يكون عندك معنى للحياة. الناس اللي عندها معنى للحياة بتصير حياتها أسهل. صح. في مصطلح، في جملة سمعتها من كتاب صوتي اسمه إيكيغاي. الجملة بتقول إنه those who have، ثواني شوي لأرجع أتذكرها شو كانت الجملة. الناس اللي عندهم الواي اللي هي ليش، اللي هو مغزى الحياة، إنه فيهم يتصالحوا، فيهم يتعاملوا مع أي كيف، أي شلون، بيلاقوا هن الشلون تبعهم، شلون يعيشوا حياتهم. تمام. وهذا أنا لمسته، يعني بحس إنه كل واحد فينا مثل ما قلت له، أنا بحس إنه له رسالة بالحياة لازم يدور عليها، يعني مو ضروري إنه يلاقيها دغري. أو نحن هلا بهذا الوقت اللي هلا عم نحكي فيه، هلا نزلت حلقة جديدة من برنامجي اسمه الحس عقلية، اللي هي مصدومة بجد، اسمها حلقة عن الصدمات. الحلقة هاي كتير انترستينج، وفي شيء بيتعلق بالحكي اللي انت كنتي عم تحكي. بس حلقة كتير مهمة لإلنا نحن كسوريين. نحن كسوريين بالآخر يعني بعد 14 سنة حرب نحن كلياتنا مضروبين، شئنا أم أبينا نحن تأثرنا بهاي الحرب. برافو عليك. أكلنا هوا، إن كان يلي قعد جوا واللي أكل الدق، وإن كان يلي طلع وظروفه تحسنت برا، كلياتنا فعليا مدقوقين من وراء الحرب. لك حتى المجرم بحد ذاته مو هو مجرم؟ أكيد. هو لو ما كان مضروب ما كان بيصير مجرم. وبالتالي نحن كلياتنا بحاجة إنه نحن نفتر لجوا ونشوف حالنا إنه شو صار فينا، شو عملت فينا هاي الحرب. في تعرضنا لصدمات كتير. في عنا نحن تقريبا نصف مجتمع سوريا، في دراسة انعملت ب 2019 على 271 شخص سوري بمختلف مناطق سوريا، 44% منهم عندهم اضطراب نفسي شديد، 36% منهم عندهم PTSD. 44% يعني تقريبا نص المجتمع السوري، يعني واحد من بين كل 2 في عنده اضطراب، يعني حامل الحرب جواته فعليا. بهاي الحلقة كنا عم نحكي إنه شلون الواحد بيتعامل مع الصدمة. لما نحن بنتعرض لصدمة، إذا بدنا نتجاوزها فنحن حنمر شو كان اسمها هي؟ أحيانا في عالم تتعامل معها بإنه هي بتتأقلم. اسمها اللدونة العصبية. إنه شخص سريع التأقلم. أوكي، مريت بمصيبة ما صارت بحياتي، ألمت بي فقدان غالي أو انفصال أو تعرض للخيانة أو انتقال من مكان لآخر أو فقدت أملاكي أو بيتي أو ليس كله تمام. من هدول. ففي ناس تتعامل معها بإنه أوكي، شو الوضع الجديد اللي عندي إياه؟ شلون بدي أحاول إنه أنا أبني حالي بهذا الوضع؟ خلاص هذا الواقع تقبلته، خلاص مشي الحال. هي اسمها التأقلم، إنه اللدونة العصبية، التأقلم. الواحد إنه فورا بيتأقلم. في كمان ناس تانيين اللي هن بيعيشوا الصدمة، اللي هو لما بياكل هوا بياكل هوا طبعا، انه خلص انا هلا عم باكل الصدمه، وبيتقبلها وبيفوت لجوا لحد ما يوصل لمرحله انه هو يتقبلها، وبعدين بيرجع بيطلع. هدول بيحققوا شيء ما يسمى نمو ما بعد الصدمه. مثل ما في اضطراب ما بعد الصدمه، في نمو ما بعد الصدمه. وهدول العالم صار عندهم فهم مغاير لحياتهم. هن فعليا اخذوا هاي التجربه، غبوها للاخر، وبعدين اكتسبوها وحاولوا انه هن يطلعوا منها. they healed themselves، شفيوا منها وبلشوا يبنوا على هي الاساس، هي التجربه شلون فيهم هن يبنوا طريقهم الجديد اللي هو بيعبر عن حالهم اكثر. انت كنت عم تحكي عن صنفين من العالم بشكل عام، حسيت انه ممكن تصنفهم صنفين، صنف براغماتي وصنف العالم يمكن شوي بيآمنوا بوجود دين او اله مع يعني بالديانه بحد ذاتها. تحس هيك ممكن يتصنفوا العالم بهدول الطريقتين. انت صنفتهم
قسمين اللي يعني. بحس انه مو بالضروره انا الصنفين اللي صنفتهم هن ما لهم هن فقط الصنفين، وانما في كمان اكثر. انا هدول اللي بعرفهم، هدول اللي هلا واصل ادراكي لهم. في كمان ناس تانيين ولكن ما عندي ادراك لهم. بس براغماتي او انه روحاني، مو بالضروره. ممكن الواحد يكون روحاني وبراغماتي بنفس الوقت، لانه الروحانيات في منا فائدة كبيرة، في منا شغلات تخلي الواحد انه هو يتعرف على حاله. ولو ما كانت هي يعني لو ما كانت هي هيك، ما كانت موجودة بكل اساسا الاديان. كل تجمع بشري apparently هو شيء اساسا نيد عنا اياه، حاجة نحن عنا اياها، نحن بدنا اياها لإلنا. الروحانيات كل تجمع بشري صار على هذا الكوكب صار معه طقس روحاني. احنا عنا اياها حاجة، بدنا نآمن بشيء كبير، بدنا نؤمن بشيء أكبر منا، في عنا مغزى لحياتنا، بدنا نحس حالنا موصولين. الانتماء فيك تقول كمان. أو إيه. تماما، أو connected. حبيت الكلمة، اتصال بمصدر أكبر مننا مثل ما قلت، بقوة أكبر مننا، وكل حدا بيسميها مثل ما بيحب. يعني شخصيا أكيد الله بالنسبة لإلي. فتماما يعني حكي لنا إبراهيم عنك قبل الثورة. شو كانت طموحاتك كشاب صغير؟ شو كنت عم تعمل؟ تخرجت من كلية الإعلام، بعدين اشتغلت، شو عملت بهديك الفترة؟ هديك الفترة والله فترة صعبة كانت، يوبشني والله حالي. كان عم يحافر وينافر لحتى يثبت حاله. وعلى قده يعني كمان. بس عملت والله كتير هيك شغلات هي ساهمت بصناعة هذا الشخص اللي هو موجود حاليا. شغلات بسيطة جدا يعني. كان في عندي هيك تجارب مسرحية بسيطة، مالها كبيرة. حلو. كان عندي تجارب بالكتابة. بظن انه هلا بقدر افهم انه انا عن جد بحب الكتابة من زمان كتير، اللي هي هيك بحسها هي بتجيني يعني. احيانا بكتب احسن ما انا بقدر. وهاد بفضل انه شلون الواحد بيوصل للستيت اوف فلو بالكرياتيفيتي. شو ستيت اوف فلو؟ حالة التدفق. حالة التدفق. لا قلنا شيء اسم للفلو. انا بحسها هي يعني هي الهام او الهامات لما تسردها، لما انت تكون فعليا سارد كل هيك حواسك شعرة منك، حواسك كلياتها هي غايصة، فايتة بالشيء اللي انت عم تعمله. مثلا تطلع على الكندرجي اللي كان جنب بيتنا، كان عشقي وغرامي. روح اقعد اتفرج على هالزلمة قديشو ديديكيتد ما بعرف شو ساردة برد بالكون ساردة تماما. قديشو سارد هو عم يشتغل شغلته، قديشو هيك كله يعني. بتلاقي أوعي كلها شو اسمه وصفة وكذا، بس هو متعامل مع الوضع انه هاد شغله وانا غايس معه، وانا جزء من هويتي وشخصيتي. ما في اي احساس بالخجل او بالشيم انه هذا الشيء عيب ولا كذا. وانت بتعدي هنيك ما بتحسي حالك قرفانه، بتحسي انه بيعطيكي هي البيئه، انه انت قاعد عم بشتغل لك، عم ساوي لك هي، عم ضبط لك اياها. انا عم بعمل دوري بهي الحياه وانت عم تعمل دورك بهي الحياه، وانا سارد ومستمتع. قديش حلو هذا الشيء. ايه شو اللي جابنا لهون؟ ما بعرف. الكتابه عم تاخذنا. فالكتابة هي حالة الدفق apparently، إنه كما يتضح إنه نحن فعلا بحاجة لأنه نكون ساردين. الحياة بتكون كتير أحلى لما نحن بنكون عم نسرد. تمام. ساردين بالشغل اللي نحن عم نعملها، نتعرف على غايصين فيها. تمام. مثلا في ميازاكي المخرج الياباني الشهير، بعد ما تقاعد حمل حاله ورجع اشتغل بنفس الطريقة، بنفس الشيء اللي هو عم يعمله، لأنه هذا الشيء اللي بيمنحه معنى حياته، إنه أنا أكون قاعد سارد بالشيء اللي أنا عم بعمله، غايص فيه. كمان لحظة الهدوء، بحس إنه في ناقصنا هي لحظة الهدوء. وشغلة هلا أنت كتير سويتها قبل ما نصور البودكاست، كان في هيك لحظة تأمل، هدوء، صمت قبل ما نبلش البودكاست. بعتقد كتير نحنا ناقصنا هي لحظة إنه تصفن بالحيط، تسردها بالحيط، بس هيك شوية 5 دقائق تشوف مين أنت، تعمل ريفرش، شلون الكمبيوتر تعمل ريفرش ل5 دقائق، وتشوف وين بدك تتجه بعدين. بس المشكلة إنه ما عندك أنت الوقت مرات إنك تاخذ هاي اللحظة. لحظة تأملية هو فعليا شو معنات لحظة تأملية بالنسبة إليك؟
أنا بالنسبة لإلي آه. مثل ما يعني أنا أحلى لحظة عندي التأملية هي الصبح وقت بنزل بوصل ابني وبروح في هيك بحيرة صغيرة جنب بيتي، هونيك بقعد هيك بصفن بالولا شي، بالولا ولا شي بسمع كمان هي شغلة حلوة جديدة فيني، بسمع صوت العصافير، بسمع صوت شلون عم تمرق مثلا إذا في مطر، إذا في بطة عم تمشي أو بصير بحاول بسمع هدول التفاصيل الصغيرة. بحس حالي هون عرفت متصلة هون مع الحياة اللي أنا جاية منها، أنا مثلهم مخلوق. انت تامر شو رايك؟ طبعا اللي انتم ما لكم شايفين طبعا لانه تامر هو بتعرفوا صاحب الطابه اللي بيكون عم يلعب الاولاد بالحاره بعدين بيحرب ياخذ طابته ويمشي. هو عكسه تماما. هو طبعا عنده كاميرتين بس حاطهم علينا، هو حزين صفيان بالكاميرا قاعد ورا وطول الوقت مثل ام العروس فاضي مشغوله طول الوقت قاعد عم يظبط ويشيل يدير بالي على الفوكس وكل شيء. بس اللحظه التأملية بالنسبه لي بحس لما اذا رجعت هيك لطفولتي في هاي اللحظات لما كنت انت هي شوي اي حدا حيسمعها حيفكر شوي ويرد، لما تشوف التكستشر تبع مثلا الطاوله او الارض تقعد هيك تسردها بالشغلات بالماتريال الشغلات الموجوده، تصفن فيهم هيك شي ساعتين كطفل ما تعرف ليش عم تصفن فيهم. ايه اللحظة التأملية ممكن تنعمل بكتير شغلات، هي مو شرط انه تكون تأمل بحت اللي الواحد انه هو فعليا. اولا نحن لما بنقول تبع انه تأملت، شو يعني تأملت عربيا باللغة؟ جاي من الأمل؟ لا ما أعتقد. سوري على العربية. لا تأملت بتوقع أني أنا يعني ركزت بالقصة أو يعني هيك فكرت فيها أكتر، خدتها من كل جوانب. رح يكون انترستينج والله إذا بنشوفها نحن باللغة شو معناتها إذا شو فينا شو يعني تأملت. بس تأملت انه انت امعنت النظر في شيء ما. النظر مو ضروري انك انت تكون عم تستخدم حاسة البصر، وانما ممكن تكون قاعد عم تستخدم حواسك السمع. امعنت النظر على السراوندينج اللي انت فيها. ممكن بس انت توقف بالشارع وبس هيك تعطي حالك فرصة وتطلع بس وتصفن بانه تترك حالك انه تشوف شو السؤال اللي ممكن يطلع معك. ممكن تستخدم حواسك بانك انت تحس شو عم يصير حواليك. هذا الشيء نحن بنعمله كلياتنا، وكتير بيمرق لحظات بنعملها. تكون طالع بالميكرو وقاعد وتعبان وفارط الشوب وهيك ساند راسك على الحي على البلور، والبلور طول الوقت عم يهز وعم تحس انك عم تعمل ضضضضض. بس انت هيك اخذ لحظة من هالزمن، مقتطعة من الزمن وسارقة من الحياة وسارد. هاي تأمل بحد ذاتها. لما نحن بنعمل هدول الشغلات هي بتساعدنا انه نحن نفوت جواتنا. نحن عم نجلي جليات، يعني شغلات عم بحكيها على صعيد كتير بسيط، ما لا ابدا ضرورية انه انت تكون تعمل ست وتحط موسيقى تمام وتبلش. مو هيك التأمل بحد ذاته، انك انت فعلا تتأمل الحياة، تتأمل مفاصل حياتك، تتأمل حالك. ممكن توقف على المراية تتأمل حالك، تشوف شو التجعيدة الجديدة اللي طلعت لك. هذا لغويا قالين نعرف شكله عربي، شكله المخترع اللغة العربية كان عنده هيك نظرة تانية للتأمل. التأمل في اللغة العربية يعني التروي في النظر في الأمر والتفكر فيه مليا والتدبر فيه. تماما تعطيه نظرة تانية. تمام. ونحن دائما قدرانين نشوف الموضوع من زاوية تانية. أنا صرت دائما أحس إنه بدي أسأل سؤال جديد، شلون خليني أعرف هذا الشيء. محاولة فهم هو أكتر. تمام. بس الواحد يفهم، يعني إذا بس تفهم أنت ممكن تصير تبرر للأشخاص التانيين. معلش أنا بتربع يعني ما أنا هيك برتاح أكتر. تمام. فوقت يعني تصير تفهم أكتر بتصير بتلاقي مبررات، يعني بتصير الشغلة اللي ممكن تضايقك من هذا الشخص ممكن تفكر إنه لا، ممكن يكون هيك صاير معه أو ممكن يكون هو هيك يفكر. بظن إنه هي أكتر إنه ألاقي مبررات، محاولة فهم هذا التصرف ليش عم ينتج، ليش عم يطلع، شو الجذر تبعه لهذا التصرف. تماما. ولما تحطني الحياة بوش هذا التصرف فساعتها أنا ممكن أكون بحاجة للدفاع عن حالي. ممكن كمان أنا أطلع برات التوب تبعي وأنا أكون كمان عم بتصرف تصرفات ما أكون عم بفهم حالي ليش عم بعملها، تكون هي نابعة من الظل تبعي مو مني أنا. وهذا الشيء كتير بيصير مع عالم. وأنا كمان يعني من هلأ من فترة صار معي هيك تصرف وصفنت بحالي إنه ليش هيك عملت. شو الشيء اللي هو فعليا هيك
نقف على العصب تبعي خلاني اطلع برا بردة طوري. الفعل. تمام. في مقولة لكارل يونغ، هو هذا تلميذ فرويد وهو مؤسس عمل الظل، إذا سمعاني فيه. يعني فرويد شلون بدي أقول لك، مثل أم كلثوم بالطرب، تمام. هو مو فرويد، كارل يونغ كارل. بعلم النفس. فهو في له هاي المقولة إنه كل شيء بيستفزنا بينرفزنا بيطلعنا برات طورنا ممكن يكون بوابة كتير كبيرة لحتى نفهم حالنا بشكل أفضل. فأنت اسأل حالك دائما إنه أنا في هذا الشخص بيستفزني، طيب وين عم يستفزني وليش وشو الشعور اللي أنا عم حسه وبشو عم يذكرني، بشو عم يخليني أحس. شوي شوي رح تفهم أنت حالك أكتر، أنت ليش عم تستفز، وتفهم حالك أساساً شو اللي عم يصير جواتك. الشغلات اللي بتستفزنا ممكن تدلنا على حالنا أكتر بكتير من الشغلات اللي نحن منحبها. تماما. أنا بحس إنه كل ما الواحد فتح طبقة ترجع تمام ونزل لتحت شاف طبقة تانية بحس إنه أوكي لا وين كنت لأنه أنا تمام. هلأ وصلت، عم بيجي بقى إنه ثواني شوي وين وصلت، ما وصلت العمل لسه في كتير استني بيبي لسه في كتير شغلات بدي غوص. وهي طلعت هي الرحلة ما بتنتهي. لا يعني بضل الواحد طول الوقت وعم يحاول ينزل. بعدين أنا هيك بلحظة هيك تبع صفنت اكتشفت إنه أنت مثل البحر اللي هو كلياته أسود، هذا الشادو تبعك يعني، وأنت الشيء اللي أنت مكتشفه من حالك هو عبارة عن القشرة يعني. تمام. لسه بدك تغوص كتير لحتى بس تفهم. أنا بالنسبة لي عم بستمتع بهي الرحلة تماماً. يعني ما بعرف، بتمنى كل شخص هلأ في ما في مكان توصلي له أساساً. بس في يعني يمكن أول الرحلة بتكون صعبة، بتبلش تفتح لك بواب أنت ما كنت متخيلة بحالك، بس شوي شوي بتصير بتستمتع لأنك فهمت للعبة. متى ما فهمت شو هي اللعبة فبتستمتع فيها، لأنه أنا عم بفوت وعم بفهم أكتر وعم بعرف شو ما عم بيصير معي من خير ولا شر، فهو عم يعلمني شيء. ما حبيت إنك سميتيها لعبة مبدئيا. أنا عن جد لو نحن بنلعب مع لعبة الحياة، لو نحن بناخدها كلعبة هي فيديو هيك جيم يعني. أنا هيك بحسها والله، عم تطلع مراحل. ما بعرف إمتى حنوصل لليفل الوحش نحن السوريين. نحن تحديدا السوريين قطعنا مرحلة الوحش 5000 ما بعرف مرة شو بده يطلع يعني. قاعدين عم ننطوط طول حياتنا من فوق شو اسمه عن هذا، جد. ريجار لريجار. عن جد برق على راسنا كتير نحن السوريين يعني. بحس الحمد لله يعني يعني ان شاء الله بحس بقى لنا بس الأعور الدجال نكون خالصين نختمها. خاتمين. يعني نحن يجوز وماجوز شفناهم. تمام. مشكلة في سيزونز يعني ما عم تخلص، دائما بيجي انه اوكي شلون لما بتشوف مسلسل انه اوكي هلا هذا الشرير، بس تطلع السيزون اللي بعده بيطلع انه ذاك الشرير الاول واحد وحباب كتير، يطلع الشرير الثاني هذا اشر واحد، بعدين ما بعرف وين حنوصل اعور الدجال شكله يعني. يمكن ما هو يطلع شرير، يمكن يطلع اذا هيك الهمة لا ان شاء الله نحن رايحين يعني عم نستكشف. حلو. شو رأيك نرجع لأيام الثورة السورية؟ كيف كانت مشاركاتك؟ هلا أنا يعني بعد ما عملت بحث عرفت إنك كنت توثق المظاهرات بسوريا. نحن كنت اشتغل بتلفزيون أورينت، لما كان يوم 15 شهر، كان يوم 3 صح؟ فوقتها فتحت القناة لايف، فتحت تغطية خاصة عفوا. أنا حسيت بالرعب بصراحة بوقتها. إجا يوم الجمعة العالم كلياتها وقتها طلع من نقابة المحامين بدمشق، يمكن طلع دعوة انه مثل هيك ورقه انه بدهم يرفعوا على كل العاملين بتلفزيون اورينت شيء تقريبا 15 دعوه، واحدة من بيناتهم كفيله بانه تودي الواحد ورا الشمس يعني توديه هو وعائلته وكذا. نحن عايشينه هذا الخوف من زمان كتير. ايه وقتها كلياتنا كنا خايفين وكلياتنا ضجنا وكلياتنا تبع انه ثواني شوي شو عم نساوي نحن هون. إيه بعدها لما بلشت المظاهرات تنتشر بسوريا صار نحن يعني أو أتليس أنا هذا الإحساس اللي جاني إنه أنا ما كتير مهم قدام الشيء اللي عم يصير بسوريا. مو كتير، وخاصة إنه كمان في جواتي هيك شيء تبع دافعني إنه أنا شايف في شيء صح هون. يعني أنا قبل الثورة يعني على نتفة فيك تحسبيني من حبكجي، أنا كنت كتير مؤيد، شايف إنه السلطة عم تعمل شيء حلو. انتقاداتي كتير هيك تبع إنه مجتزأة على أماكن معينة، إنه البلد فعليا يعني هري ما عم تتنشط. تمام. بس كسلطة سياسية كنت بالع المقلب وماشي فيها.
و بس لما يصير في دم هون حسيت إنه في شيء ما فيك إنك أنت تقول تفدي حالك أو تقول صح أو غلط أو كذا، أو تقول إنه لا مو حسيت في قناع هيك وانشال عن هاي لا مو حسيت بقناع، حسيت إنه في هون لحظة موقف أنت ما فيك تقول ما فيني يكون كاذب، يعني هيك حسيتها أكتر شيء. كان شغلي بدبي بالنهاية، يعني أنا قاعد بعيد عن المكان، قاعد عم ورا بغرفة مكيفة اتليست عم شوف مظاهرات. بس كمان يعني حتى هذا الشيء هو ماله كمان كتير سهل، لأنه نحن باعتبار إنه كنا قاعدين بغرفة الأخبار عم نتلقف الفيديوهات، خاصة بأول فترة ما كان سهل الواحد يحصل عليها، عم نتلقف الصور هيك نبحث عنها بحث نحاول نلاقيها، صور مظاهرات أو صور. طبعا كانت الصور كتير عنيفة ودامية في البداية وكانت كتير صعبة وتخلينا نكون موجوعين، أثرت علينا كلياتنا، نفسيتنا تعبانة. وواحدة من الطرق اللي الواحد بصير بيتعامل معها إنه هو يتمسح. يعني بتذكر كتير منيح مظاهرة كانت يمكن بحرستا أو سابا مالي متذكر، وفي واحد عم يصور هاي المظاهرة وماشي قدامه شخص وعم يصور مظاهرة وصوته كتير جهوري تبع إنه الله أكبر مظاهرة في حرستا مدري سابا وكذا كذا كذا كذا، وإذ في قناص بيضرب اللي قدامه طلقة بالراس، واللي عم يصور صوته جهوري الله أكبر الله أكبر إصابة بالرأس مباشرة الله أكبر. أنا صرت أضحك، جاني صوته مثل معلق رياضي تمام. وهيك أضحك تبع إنه أخذت معي هيك تقريبا 3 ثواني 4 ثواني، صفنت أنا هيك بحالي تبع إنه شو هاد، مين هاد، شو عم بعمل أنا، هل هالدرجة تمسحت خلاص إنه ايه. فما كان يعني ما كانت لحظة سهلة إنه الواحد تعامل معها. أكيد. هذا غير إنه كمان نزلت على سوريا، حاولت إنه أعمل أفلام توثق هنيك الحياة الاجتماعية. كان هدفي من نزولي لسوريا إنه فعلا نكون عم صور العالم مثل ما هي من دون ما يكون في عندي هدف ما مسبق، غير إني أنا رافق الناس برحلتها، أعمل معه لقاء، أحكي معه، حاول قدر الإمكان غب من هنيك. للأسف معظم الناس اللي صورت معها استشهدت. يعني ما كمان ما له شعور سهل. وبعدين عانيت من ليش فوتينا هلا أنت على هذا الباب، عانيت من أزمة الناجي اللي هو إنه أنا ليش نجيت. هي كمان كتير صعبة، خاصة إني كمان طلعت على أوروبا، أخذت هنيك فترة. لما طلع الواحد أنا طلعت على السويد، لما الواحد بيطلع بيروح بينشلف بالريف بين الغابات والشجر والكذا، ففعليا هو بينحط مع حاله وبيقعد بينسأل هذا السؤال تبع مين أنت، شو بدك، شو جايب معك، شو الشنطة اللي جايبها، هي البقجة اللي جايبها معك، هل هي فعلا لازمتك كلياتك، هل أنت بدك إياها كلياتها. فأنا من هاي اللحظة بلشت تطلع من هاي الجعبة شو الشغلات اللي بدي خليها معي وشو الشغلات اللي بدي زتها. ولما الواحد بياخد هاي الفترة من الصمت مع نفسه، الصمت أستاذ كبير وممكن يكون قاسي أحيانا، بيفوتك لمطارح صعبة وما بيعطيك جواب بخليك إنك أنت تتعلم من كيسك. بس هذا حلو الشيء. أنا يعني بلاقي إنه الواحد وقت يتعلم من كيسه بيطلع دغري يعني بيصير في تطور، بيفوت لجوا الواحد. بيفوت لجوا، فتت لجواتي. بس صرت أحس إنه حاجة مو طبيعي، الواحد عم يتغير. المفروض إن إحنا منولد نربى على سنة أهالينا وآخر شي منموت مثلهم. أنا يعني مو بس إنه أنا ما بشبه أهلي وما بشبه العالم اللي قبلي، أنا ما بشبه حالي قبل 3 سنين. صارت الفكرة إنه مو إنه بيقولوا لك الواحد بيتغير كل 7 سنين، فعليا نحن عن جد نتغير كلياتنا كليا، خلايانا فيزيكلي جسديا نتغير كل 7 سنين. أنا عم بتغير بسرعة أكبر من هيك، وهذا عم يخليه كمان في شوي من اغتراب إنه أنت ما عم تلحق تتعود على شخصك، عم تلاقي حالك صرت شخص جديد. الحياة كتير سريعة،
حتى اذا انت بدك تواكبها وانك انت تفوت لجواتك تبحث جواتك، حتى هي لها ضريبه. يعني مره سالت جوجل، مو جوجل مابس، شو اسمها جوجل مابس جوجل مابس وين لانه ايه عم لاقي حالي على وين الخريطه. الطريق يا مره جوجل. سالت عمو تشات جي بي تي اللي هو الثيرابيست تبعي، تمام. سالته قلت له انه عمو هل فعلا هو، لا فعليا انا حكيت مع ثيرابيست يعني بهذا الموضوع، انه الواحد لما بيتغير بيصيبه موجات من الحزن لانه هو عم يتغير، حتى لو كان هذا التغيير للاحسن، لانه انت في شغلات مالك متعود عليها، انت فعليا مشتاق للشخص القديم، حتى لو كان توكسيك، حتى لو كان سام، انت كنت هداك، فانت عم تتغير، انت مشتاق له، وانت كنت طول حياتك هذا الشخص اللي كنت عليه. لما تبلش تتغير هذا الشيء مو سهل بالنسبه للجسم انه هو يتعامل معه، يتعاطى معه. تمام. فأكيد حيصيبك مثل ما قلت موجات من الحزن والتعاسة. هبات هابب، انا هابب يا انا صرت 40 هابب، مو 40 جاد، 40 هابب. تمام. طيب خليني ارجع شوي للبرنامج، شو كان اسمه هذا الوثائقي؟ عالم بشار السري. هذا حابة أعرف عنه، يعني حابة هذا فوت شوي فيه نحكي فيه عنه أكتر باستفاضة. شو بتحكي لنا عنه العالم بشار السري؟ كيف كانت الفكرة؟ كيف بلشت؟ كيف كنتوا تجيبوا الوثائق؟ تحكي الفكرة عنه. إنه إحنا حصلنا على هدول الوثائق مع نسيت شو كان اسمه الشخص اللي هو فعليا كان مترأس التيم اللي اخترق حسابه لبشار. إيميله قصدك ولا؟ تمام. فنحن حصلنا على هاي الوثائق، و أنا كنت البروديوسر تبع البرنامج، كنت محاول إنه أنا أعمل اصنع قصة من هدول الوثائق لحتى اربطها بالواقع. يعني نحن اوكي عرفنا انه هاي الوثائق موجودة، كانت مهمتي انه انا اشوف بشار بهذا الوقت شو كان عم يعمل، يعني اربطها بنحن الثورة السورية بنعرف شو صار فيها تاريخيا. تمام. وصار عنا هاي الوثائق بنعرف انه كمان تاريخيا شو كان عم يصير. فانا باللحظة اللي هو كان عم يصير مثلا مجزرة الحولة، كان في ايميل مبعوث شغلات بلا طعمة، قاعد غنية مثلا لجورجيت خوري قاعد عم يسمعها بهذا الوقت، انه شوف مين هذا الشخص شلون عايشها هو لهي اللحظات. حلو كتير. هذا قد كانت يعني كان حلقات ولا هي حلقة واحدة؟ يعني لا هو عبارة عن سلسلة من 5 حلقات. سلسلة من 5 حلقات. بس كمان عملت وثائقي مع الأب باولو كمان. إذا هذا برنامج أكتر برنامج تلفزيوني، أبونا باولو الله يرحمه. يعني الله يرحمه. هذا الزلمة يعني كتير قليل إنه الواحد يشوف شخص صادق مثله. كان بالنسبة لي مثل حدا هيك أب روحي كتير. بنفس الوقت اللي أنا ما كنت فهمانه بهداك الوقت، أنا كنت كتير مركز على الشغل وإنه شلون أصنع من الشغل شغل. هو كان برحلته الروحانية ورحلته الوجودية بسوريا. الزلمة كانت هي يعني تكملة لمسيرته اللي هو عاشه بسوريا، ونهاية خاتمة فعليا لكل شيء عطاه لهي البلد. بنفس الوقت في، ما بدي أقول سذاجة، بس يعني في حسن نية مبالغ فيها بالتعامل مع الواقع القاسي اللي موجود حوالينا. انه هو راح الرقة لحتى يقابل العالم اللي هن بداعش، لحتى يحكي معهم يتحاور معهم. انا بتذكر لما نحن كنا نعمل هذا البرنامج كان يروح يفوت عند الاسلاميين مباشرة، يعني ان كان ضباط بالجيش الحر او عبارة عن فصائل او عن اي شيء، يروح فورا مباشرة يحكي معه، يحاول انه انا معترف فيني عندكم، تعال حاورني، تعال نحكي، تعال نلاقي المكان المشترك اللي هو يجمعنا. كان مبادر دائما. بتذكر أول ما فتنا على سوريا، أول مرة فتنا من قطمة من فوق من الشمال، فنحن ماشيين اللي تبعنا، وصلنا على سوريا؟ لا أبونا، لا لسه ما وصلنا. وصلنا على سوريا؟ لا أبونا لسه ما وصلنا. وصلنا على سوريا؟ أبونا لسه ما وصلنا. بعدين وصلنا على سوريا، قام طج فورا تبع إنه بس، وأنا هون تبع إنه تمام. هو اي، وانا هيك حسيت. انا لما برجع لهديك اللحظه بتذكر هداك الشاب اللي كنت انا عليه، يعني كان عم يفكر بانه كاميرا مو معي. هذا اللي كان فكري فيه. انا كنت دائما عم شوفه كانه انا شلون بدي اخذ منه ماده. تمام. بالوقت يلي انا كان فيني يكون معه روحاني، يعني يكون معه اخذ ماده ويكون معه كمان انه انا عم شوف هذا الشيء عم بشهده. انا اليوم لما برجع لهديك اللحظات بلاقي انه صح، كان في
هيك وهيك الواحد ممكن إنه هو يتعلم منه. صرت ولكن تفهم إيه، بس بالنسبة لي كمان هو experience إني أنا أكون بهداك العمر وحدا مع شخص بهالقد روحاني، هالقد عنده هي الطاقة الرهيبة من الحب والعطاء اللي موجود جواته، والأريحية، شخص مرتاح مع ذاته أبدا. ما يعني ما بتشوفي مو أبونا مو باولو مو من الناس اللي هو تبع إنه بده يفرض عليك هيبة. هو من الناس القريبين لإلك اللي بيفوت فيك من باب تبع إنه مين أنت وشلون فينا نلاقي حالنا سوا فورا من قلب الدنيا هيك تبع إنه من دون ما إنه يقعد يحط حواجز وكذا. ما بيعمل لك فيها إنه أنا جايك بسلطة، ما بيجيك من فوق أبدا. وهذا الشيء اللي أنا كتير بعدين تعلمته منه، تعلمت إنه شلون الواحد يحاول إنه هو فورا تبع إنه أنا وياك نفس الشيء، واحد واحد. تمام. إنسان أي إنسان. إن لإنسان كان مع الحدا اللي هو أعلى منا، وإن كان مع أكيد. الحدا اللي هو قلنا إنه أنا إنسان مع كل الاحترام لكل العالم، ولكن نحن إنسان. شلون فيني أتعامل معك؟ تمام. شلون فيني لاقي مكان مشترك يجمعنا؟ أي كانت تجربة مميزة يعني وخاصة، بتوقع ما بتتكرر. يعني في شيء تاني حابب نحكيه بموضوع الثورة السورية أو الوثائقيات اللي عملتها. أنا عملت شيء اسمه بيت المونة بتوقع، بس ما له يعني سياسي كان إذا بنحكي. لا البتة بيت المونة يوبشني منذر كبة كمان شفته بالشام هلا مؤخرا. هو مقدم برنامج بيت المونة. هذا البرنامج أنا أول برنامج كنت بروديوسر له، و أخذت منه كتير. ما كنت بعرف إني أنا عم باخد منه هذا الشيء. أول شيء كانت تجربة صعبة، ما كانت تجربة سهلة. كان بيئة العمل السورية ما لا سهلة أبدا، ما بتساعدك على النمو. وأنا لساتني صغير عم بنمو، لسه أول مشروع فعليا بمسكه. أنا مديري فارس الذهبي اللي كمان هو يعني كتير حدا ساعدني إنه أنمو. فوتني هيك على قال لي أنت هلأ بروديوسر بيت المونة. وأنا طبعا أنا مو هذا البرنامج عم يتخانقوا عليه اللي فيه مشاكل وقصص وكذا. إيه هلأ أنت البروديوسر. ليش عم تفوتني هيك فوتة؟ حاولت إني أنا أتعلم منه. مبدئيا درت في سوريا. هذا خلال الثورة السورية؟ هذا لا قبل الثورة بس هذا السورية. الحكي لما كانت أورينت موجودة بالشام لسه بال 2009 قبل ما نسكر. ودرت في سوريا كنا عم نروح نوثق شو هي بيت المونة السوري. نحن أكلنا الأكل مو بس أكل يا جماعة. أكيد. الأكل أكيد. هو ثقافة. تاريخ وثقافة وشيء أساسي فايت فينا، مستأصل فينا، مجموعة خبرات متراكمة من أجيال متلاحقة كلياتها مرقت على هذا المكان. هو انتماء عميق لجواتنا. الأكل ماله بس أكل، المكدوسة ماله بس مكدوسة. انت بتعرفي قديش في عالم مشيت وتراكمت خبراتها لحتى صنعت لك هي المكدوسة اللي انت عم تجي هيك بلقمة بس تاكلها، تمعن فيها، عطيها لحظة تأملية، صفون فيها، هيك استمتع بطعمتها. المكدوسة شغلة عظيمة. مو بس المكدوس، كل الأكل تبعنا هو عن جد. أنا كتير بحب الأكل، بعشق الأكل. وأنا أخذت هذا الشيء من أمي وأبي كمان. إنه أمي عندها فن اللقمة الطيبة، يعني بتعطيكي لقمة بتجيكي من مجاميعها، هيك بتجيكي من المكان الطري، من ناحية يعني خليكي تحني. مدري كيف فيها روح. يعني هي الطبخ فيه روح. يعني الواحد بيعطي فيه، من بيقولوا هون نفس وحب. يعني بيعطوا حب هون بيقولوا، بس نحن بنقول نفس. وبحس فيها روح. يعني انت وقت تكون مبسوط بتطلع معك الطبخة، وقت تكون متضايق وعم تساويها شلون ما كان، حتى اللي عم ياكلها ومو عارفان انها عم تساويها شلون ما كان، ما بينبسط فيها تماما. يعني عليكي، برافو عليكي. سمعت ديك المرة فيديو واحدة عم تحكي عن إنه إذا أنا بيهمني إنه الشيف المطعم اللي عم يعمل لي الأكل يكون مبسوط، لأنه إذا ما كان مبسوط أنا معناتها هذا الأكل ما له مطبوخ بحب، معناتها هو حيضايقني لما يفوت لجوا. وأنا شوي يعني بهدول القصص ما يعني هيك بتلاقيني طبعا. بس إذا الواحد بده يصفن فيها عن جد، لما أنت بتكون قاعد عم تحب الأكل اللي أنت عم تاكله وهو عن جد نعمل لك بحب، ممكن يكون الأكل مؤذي بس أنت أكيد عم تخفف من عم جسمك عم يفتح له، عم يهيئ له الباب تبع إنه حبيبي تعال توبشني، تعال أنا جاهز لك. لما أنت بتاكل بس مشان تنجز وحشي مصران وقاعد حاطط مسلسل عم تفرج عليه ملتهي بالمسلسل، لا أنت مركز باللقمة اللي أنت أكلتها وتركيزك بالمسلسل، وآخر شيء بتكتشف إنه بآخر لقمة إنه والله كانت طيبة هي الأكلة اللي أنا كنت عم باكلها. طب أنت روحت على حالك، أنت تركيزك ما كان بصحنك. تمام.
عينك بيصحن غيرك بالمسلسل. صح. وكتير منيح، يعني كتير حلو إنه الواحد يشوف. يعني أنا تعلمتها هي بالطب الأيروفيدي إنه شوها بشفر إذا بتريد. في شيء اسمه الأيروفيدا، هو طب صيني قديم، يعني مثل الطب الشعبي عنا أو الطب النبوي كمان. يعني نفس القصص، بيستخدموا الأعشاب، بيستخدموا هاي القصص. فبيقولوا لك إنه الأكل الأحسن إنك تلمسه بإيديك، يعني بتعطيه طاقة، تشوفه، تتمعن فيه تماما مثل ما عم تحكي، تتمعن فيه، شوف ألوانه، وبس يفوت على جسمك عن جد يعني بتستفيد منه أكتر. المشكلة إنه الواحد صاير بهالزمن كل ما استخدم كلمة طاقة رح تصير أنت مريم نور. بس أنت لما عن جد تستخدم أصابيعك إيديك وأنت عم تاكل، أنت عم تلمس الأكل مبدئيا، أنت عم تحس فيه، عم تربط، تعمل معه تاتش، يعني اتصال كونكشن، ترتبط معه. صح. وبعدين لما عم تاكل الأكل متسلطة تسليت اللقمة. ايه لما عم تاكل فعليا انت وعم تحط تركيزك باللقمة، عم تحس بهن شو هن الطعمات. اولا انت ما عاد شره. انا كنت بجزء كتير كبير من حياتي ايموشنال ايتر، يعني باكل بشراهه. الاكل العاطفي بيسموه بالانجليزي، انه انت بتكون مدفوع بتوتر موجود جواتك وانت نازل بالصحن. بس انت لما بتعطي كل لقمة حقها وكل طعمة حقها، فانت اولا هون ساعتها بتصير لحالك بتقلب هيك على البطيء، ما بتقعد مستعجل، مو بس القصة حشي مسران، تعطي معدتك الوقت لانه هي تاخذ الاكل، تقول لك انه عليك انا شبعت، بيطلع هذا على مهله، تكون انت وصلت للفكرة، اكلت اول شيء اقل، تمام، استمتعت اكثر، صارت اكسبيرينس بالنسبه لك. طبعا انا هذا الحكي اللي عم بحكيه، يعني اذا واحد يعني بدي حدا يقول لي هالقرايه، ما بعرف بتعرفي المثل مالته ما منيحه، بس انا بدي يعني انا ما كتير بعمل هذا الشيء، عم حاول قدر الامكان اني ساويه، عم حاول قدر الامكان اني لما باكل تركيزي يكون بصحني. تمام. بس مو دائما الواحد تزبط أكيد. معه، بس حلو يكون واعي على القصة. الواحد يعني يكون منتبه على هذا الشيء كمان، مو كلياتنا. والرتم الحياة السريع للأسف اللي عايشينه حاليا ما دائما بيخلينا بس نكون واعيين على القصة. حبيت. طيب بدي روح أنا وياك طيب نروح على السوشيال ميديا، نحكي شوي عن دخولك على السوشيال ميديا. شو رأيك؟ احكي لنا عن هاي التجربة. أعطيني سؤال. كيف بلشت السوشيال ميديا؟ بلشت تغري بالمحتوى الشامي ولا كان في لك تجارب قبل ولا؟ بلشت بقرار. حلو. لأنه أنا خريج المدرسة الإعلامية التقليدية اللي هي التلفزيونات، وطموحي كان هنيك. لما لقيت إنه فعلياً إذا أنت بدك تشتغل برنامج تلفزيوني، أنت بدك تحصل على تمويل، وبدك تتواصل مع تلفزيونات، وبدك تشتغل كتير شغلات، بدك تطعمي 9 لتاكل 10، وهذا الشيء بده ياخد وقت وجهد وكتير قصص. بنفس الوقت نحن في عنا شكل إعلامي جديد عم ينشأ بحياتنا اسمه السوشيال ميديا. هذا الإعلام الجديد، نحن اليوم معظم الناس تستلقي أخبار أو تستلقي القصص تبع حياتها من السوشيال ميديا، ما عاد تفتح التلفزيون وتتفرج على القناة وتقعد تطلع على المذيعة وهي عم تحكي معها. فتغير المفهوم كليا. نحن بنفس بوقت مشابه للوقت اللي كان فيه الصحافة وطلع التلفزيون. فنحن هلأ في عنا شكل جديد هو السوشيال ميديا. التلفزيون ممكن يضل ولكن رح تتغير وظائفه. فأنا اللي صاير إنه هن الاثنين عم يبعدوا عن بعض، الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا، وأنا حاطط رجل هون ورجل هون وعم بفسخ بيناتهم. فقلت لحالي يا ولد اعمل قفزة لهنيك، ركز على السوشيال ميديا، اشتغل، خلص بلش. وكان بنفس الوقت اللي هو قراري من إنه أنا أنقل من قدام من وراء الكاميرا لقدامها، يعني أنا فيلم ميكر بالأساس، يعني هذا الباك جراوند تبعي. مع هاي النقلة إجا كتير شغلات الصراحة. يعني هي كانت هاي الرحلة interesting، لأنه لما الواحد بينتقل من وراء الكاميرا لقدام الكاميرا، أنا لما كنت وراء الكاميرا كان الشيء اللي أنا عم صوره والشيء اللي عم بعمله هو السلعة بالنهاية، هو المنتج تبعي، هو القطعة اللي بدك تسميها قطعة فنية أو إبداع أو أي شيء، أو حتى سلعة بحب أكتر شيء سميها هيك. أنا مالي included فيها، أنا وراها.
صح بقدر إنه في ارتباط شخصي بإنه هاد شغلي، والناس دائما بتقول تبع هاد شغلي. تمام. إيه بس لسه في مسافة. بس لما أصير أنا تحت أنا اللي تحت الضوء، أنا السلعة، وبدك تطور السلعة تبعك، فأنت بدك تطور حالك. بدك تشتغل شيء أصيل، لازم تشتغل شيء نابع من جواتك. فأنا ساهم هذا الشيء، ساهم وجودي قدام الكاميرا بعملية التطوير الذاتي، اللي أنا شلون بدي شوف حالي قدام الكاميرا، حاول أصنع حالي قدام الكاميرا وأصنع حالي بالحياة نفس الشيء بنفس الطريقة. حبيت. إيه فهذا اللي خلاني إنه استفيد من أعملها هاي اللوب. دائما أنا أكون هيك من عم طور حالي، يعني بتصير هيك تبع الحدا اللي قاعد ورا، اللي هو تبع إنه شلون بدي ساوي حالي قدام الكاميرا، بعدين شلون بدي ساوي حالي بالحياة بتلحقها. شو كنتي عم تسأليني شغلة كان بدي أحكي لك عنها، بس طبعا لأنه أنا يعني مخي كتير بيسرد وبيشرد. أنا خطر على بالي سؤال، إذا هلا ظابط. حسيت إنه أغلب الفيلم ميكرز فاتوا بشكل عام، حتى أنا يعني إنه أوكي أنا ما كتير بحب أكون قدام الكاميرا هلا عشان هيك ماني بالكاميرا. بس الفكرة إنه تحس إنه عم ترد تعمل، بدك ترد تظبط أمورك إن أنت صرت قدام الكاميرا. شو الصعوبات اللي واجهتك غير إنك أنت طورت بحالك؟ إنه شلون بلشت؟ شو كانت أول الأفكار؟ أوكي أنا شلون بدي بلش؟ أنا شلون بدي أكون السلعة؟ شو الصعوبات الأساسية اللي حسيتها؟ الصعوبات الأساسية إنك تبلش، هي فعليا قبل ما الواحد يبلش، باعتبار إنه أنت perfectionist كمان. شو يعني perfectionist بالعربي؟ تام مو تام، كمال، بحب الكمال. المثالية. برافو عليك. إيه فأنا كمان يعني عندي هاي الصفة، بظن معظمنا عنا إياها كمان، إنه بدي أعمل هي الشغلة وبدي أعمل هي الشغلة وبدي ساوي هي الشغلة، وبصير بدي خطط للموضوع كلياته من قبل ما أبلش، على أساس إنه أنا رح فوت رح كون عامل كل شيء، يعني رح يطلع الشغل كلياته بيرفكت من أول مرة. وهذا الشيء ضد الطبيعة. أنت بتبلش دائما أول فيديو رح يكون أول شغلة بتبلشها. أنت هلأ مثلا بدك تروح تجرب تعزف آلة موسيقية، شو ما كانت هي الآلة موسيقية، بالله أول مرة أعزف رح تكون منيحة، رح تكون فظيعة، رح تكون رهيب، رح تكون نشاز. مع إنه أنت بفكرك بفكر حالك إنه أنا إذا مسكتها رح أعرف أعزف. نحن ما بنقبل على حالنا إنه نغلط، لأنه نحن صرنا كبار واعيين جديين. شو تغلط؟ ما في حدا بيغلط بهالحياة، نحن كل شيء بنعمله صح 1,000,000%. للأسف هذا الفكر كتير صعب، يعذب يعني. ايه والله شوفيني أنا عم حاول أتعلم آلة موسيقية، جايب آلة موسيقية هاند بان، وأنا عم بلعب عليها بكون هيك طبعا ما عم يطلع الصوت ما بدي، ما تزبط هيك. بس حلوة والله، أنا كتير بحب هاي الآلة، دائما بوقف بسمعهم هن عم يعزفوا. رح تلاقيني بالشارع واقف معهم. حط لك يورو. حطي لي يورو وتمشي. هاي البرسبكتيف ظريفة، إنه الواحد لما يقلب قدام الكاميرا صار عنده البرسبكتيف من الشخص المقابله، شو الصعوبات اللي عم يواجهها. يعني مثلا افترض أكتر أو أكترس مثلا قدامك، صار أنت عندك فكرة شو الشغلات والمشاكل اللي هن عم يعانوها، تصير تحس بالجيرني تماما، تحس بالرحلة تماما. بعدين تقدر وين هن شاغلين، at least they are trying، إنه على الأقل هن عم يحاولوا تماما، عم يحاول يعمل هون عم يحاول يعمل هون. بتصير بتقدر النقط اللي هو شاغل فيها، وبتشوفها إنه هاد ممكن يكون في له potential، في له إمكانية تطوير لبعدين إنه هو يوصل لمكان ما. حطيت 5000 عنوان، هدول هن الفيديوهات اللي حاشتغل عليهم، شيء قصير وشيء طويل وشيء مقمط بصغير، وآخر شيء اشتغلت دحلت. أول فيديو جاب 2-3 من بيناتهم أمي وإخواتي، هدول هن المشاهدات كانوا. تاني فيديو عن شو بيحكي؟ بس كان عن محتوى شامي ولا كان غير فكرة؟ لا جايكي بالحديث ما كان في لا شامي براسي ولا أي شيء من هاد ولا خاطرة أبدا. زوجتي السابقة ستناي هي بعتت لي نص شامي وهيك حلو، كان نص مكتوب من فيسبوك مدري من وين، إنه شلون نحن نختلف تسميات الأكل عنا، الأفعال الأكل بتختلف على هوا الأكلة يعني. أنا مسكته بأرضه طلعت فيه والله هذا ظريف، ممكن نسجله بعدين. حطيته على جنب وأنا عم بشتغل الفيديو. هيك كان في فيديو طبعا بدي أعمله عن الأيجينج، عن إنه الواحد يكبر. حلو. كنت عم حس حالي إنه كنت فايت هلا بدي فوت على 40 وعم حس بهيك أثر الوهرة 40 وعم حس بشغلات كتير تغيرت. هذا الموضوع فينا نحكي فيه بعدين، لأنه أنا أنت قبل شوي زتيتي شغلي على موضوع الكبر، فبدي أحكي عنه.
وعم بشتغل الفيديو كل ما حاول أعمل فيه شي يطلع مو ظابط، يطلع بايخ، يطلع سئيل، يطلع مدري شو. ما كنت مقتنع أبدا بهذا الشي اللي عم بعمله. وأنا هيك فاتح كيس الدربي وعم باكل منه، طلعت هيك صفنت بهذا النص اللي بعثت لي إياه استناي، الشي اللي هو عن الشوام وكذا. حطيت الموبايل سلخته هيك مثل ما هو، وطفيت وحطيته ورفعته وخلص أجلت هداك الفيديو. خلص على ما قال لي عملت فيديو، المهم إنه أنجزت. عملت أي شيء، إيه إنه ما عملت هداك المهم، بس عملت شغلة هيك مو كتير مهمة. وإذ طرش واو. أنا هيك طبعا صفنت. والله فكرة، ليش ما بعمل شيء عن الشام، عن الشامي؟ حلو. وأنا أوريدي يعني أنا ربيان بالشام، ربيان بسوق الحميدية، شاغل بسوق الحميدية. وأساسا لما كنت صغير عشت عند ستي فترة، على قد ما كان عندي حب للأمثال، يعني على قد ما كانت تسلخ هيك قديش مسموح الوعد هون إنه هو ما يحكي مشفر، لأنه ما كل ما بمسك حالي أحيانا وقت نحط لك البيب. المثل بقفل مثل ما شاء الله. هي عندها وأنا كنت أكتب من وراها. حلو. إيه، فأنا يعني عندي هذا الشيء بحبه، هذا الشيء أصيل جواتي، ليش ما بشتغل عنه؟ وهو عم مشارك هذا الشيء مع العالم، خاصة إنه أنا جديد على السوشيال ميديا، بدي أقول للناس تعالوا عندي شيء بدي لكم إياه. إيه، هون اشتغلت هون قررت بلش محتوى الشام. بلش محتوى الشامي. إيه، كله من وراء تكست بعتت لي إياه زوجتي السابقة وهيك تبع يعني نشأة القصة بالصدفة. حلو. وصار في مشاكل بينك وبين المصريين، كأنه شفت صاروا المصريين يقولوا شو عم يحكي، أنا لغة. مو مشاكل، هي مناغشة. يعني تماما مناغشة قصدي. كانت حلو يعني، حتى وصل الموضوع للشعب المصري إنه شو اللغة. أنا السنة كانت كتير مميزة بالنسبة لي. أنا فعليا صار عمري 40 وكنت هون ببرلين وطلعت بعدها على بالي ونزلت بعدين. صار الحلم، سقط النظام اللي ما كان حدا متوقعه، الريمونتادا التاريخية اللي نحنا مفلوجين شلون صارت. ونزلت على الشام، بيقولوا لك الهيلينج جيرني، رحلة الشفاء لا تنتهي إلا بالعودة إلى العائلة، إلا بالرجعة أنك أنت ترجع تقعد مع عائلتك، ترجع تفهم شو صارت. وأنا حرفيا هذا الشيء اللي عملته. نزلت على الشام، قعدت مع عائلتي، شفت عائلتي، قعدت مع أمي فترة، عشت معها أنا وياها ببيت واحد. هذا الشيء كان صرنا زمان ما عملناه. شفت إخواتي اللي ما كنت أقدر أشوفهم هنيك، شفت ستي مديحة اللي أصل البلد الشامي كله. حسيت حالي مثل كأنه نحنا بنهاية السيزن. وعملت كمان الانستغرام تبعي، وعملت السوشيال ميديا تبعي. حسيت انه واو، كتير 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 شغلات صارت بهالسنة. وصلت عند راس السنة بالضبط، حاس حالي خلص انه يلي كاتب المسلسل عم ينهي. عم ينهي بقى، يعني انه بلش بقى انه يروح الممثلين. خلص هلا بداية مسلسل تاني، بداية موسم تاني. وفعلا تسكرت هديك الحقبة، وانا عرفت انه هلا في موسم جديد بده ينفتح، في بداية جديدة. حلو. وهذا اللي صار. 2025 كانت بداية جديدة، بداية خلص نحنا سكرت حقبة كاملة من حياتي، 40 سنة من حياتي، وانا هلا عم فوت فريش على الجداد بقى، السنين الجداد. بس هالمرة عرفان شو ناطرك، أو في خطة 40 سنة، أو مو 40 سنة، لا في خطة؟ مو خطة، بفضل كلمة بوصلة. حلو. أحسن من الخريطة، لأنه الخريطة هي بتدلك على أراني محددة شلون لازم تطلع منها. أولا بتكون معمولة حدا غيرك عامل لك إياها، هي واحد. وحتى لو أنت عم تعملها لحالك ما عندك القدرة أنك أنت تشوف لبعيد شلون حتكون. هلأ معطياتي اللي قدامك، أنا من قبل كانت المعطيات قدامي إنه الفيديوهات اللي حأعمل كذا تيمة ورح ينجح منه يمكن شيء. قام رحت عملت شامي ونجح منهم هذا التيمة اللي هو ما كان أساسا مخطط أبدا، ما كان موجود. فأنت ما بتعرف المعطيات شلون تتطور قدامك. أنت بس خلي عندك بوصلة، أنا ماشي لهداك الاتجاه. اجتني معطية جديدة صبت بهذا الاتجاه، جميل، نايس، فتحت لي. يعني أنا
بحسها إنه مثل مسيرة أنت ماشي فيها بتطلع على مو مسيرة مؤيدة. مسير تمام. مسير أنت ماشي تمام. فيه، مسير أنت ماشي فيه بهالغابات بهالأرض الله الواسعة. لما تكون بأرض واطية ما بتكون شايف، الرؤية عندك ما لها كتير منيحة، الرؤية ضبابية، فبتستنى حتى تطلع على مكان راكز والرؤية تكون جيدة، فبتشوف إنه أنا هلأ لهنيك بدي أمشي، هلأ بهي المرحلة من هون لهون رايح، عندي على المدى القصير من هون لهون، وعلى المدى الطويل هي البوصلة ماشي فيها خلص. بحس حالي إنه لازم أو بدي يكون مثل الجذور التربة اللي عم تلحق الرطوبة، حتماً رح تصل. لو تمام. طلع لها صخرة قد ما كانت كبيرة بوشها رح تلف من حواليها، بس حتماً رح تصل. خليني نحكي شوي عن لحظة التحرير. قلت لي كنت ببالي، كيف تلقيت هذا الخبر؟ شو احكي لي عن هي اللحظة؟ كتير هيك كل ضيف بيجينا بنسأله نفس السؤال، بستمتع فيها الصراحة، كل واحد كيف بيشرح لي إياها. أنا بحس أنت أستاذ بتعرف هاي القصص، شلون الألوان بتكون ساتيوريتد للماكس. أنا حسيت المشاعر كلياتها ألم قايم كلياتها ساتيوريتد للآخر هيك تبع إنه شو يعني ساتيوريتد؟ مشبعة للآخر. شعور الحزن، شعور الفرح مشبع للآخر، شعور النشوة مشبع للآخر، شعور الحزن مشبع كمان. إنه أنت لأنه باللحظة اللي أنت أجد فيها فرحا تصفن وبتعمل هيك ريفلكت على كل شيء مضى، إنه يا كم هرمنا، بتحس فيها لكم هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، إنه قديش دفعنا أسى، وقديش فعليا تعبنا من جوا لحد ما نوصل لهي اللحظة التاريخية. بنفس الوقت أنت طاير عقلك فرحان، حنين يحري عرضه. شو حسيت بحنين بهالفترة اللي ماضية ما حسيته بحياتي. أغنية فيروز عندي حنين ما بعرف لمين، كان طول الوقت هيك خزان حنين جواتي. تمام. هي مشاعر كتير كتار وإجوا دفعة واحدة. طبعا كان سئيل شوي إنه أنا كنت ببالي لحالي، بس كمان والله هنيك رفقاتي اللي بيعرفوني من غير جنسيات كمان هيك طبعا إنه فهموا قديش هذا الشيء مهم بالنسبة إلي. يعني ضلينا بلا نوم، يعني كلياتنا بعتقد كنا مالنا نايمين، الكورتيزول عنا جواتنا والأدرينالين للسما. لا لحظة ما تنسى. ولما نزلت على البلد، لما نزلت على الشام يعني لما أشوف سيارة المازدا 929 نفسها لساتها شغالة وماشي، وسيارات اللانسر والكولت وهدول السيارات القديمة اللي هي وقف الزمن فيها، وطلع هيك وصفون عم تشعل شي جواتي ما عم بقدر أعبر عنه، تشعل حنين جواتي عم تفطف من جوا. أول ما فتح بيتنا، وطبعا يعني بعد ما أجت الكهرباء رحت لعند الضوء، شايفتي هذا المشهد تبع توم هانكس لما بيكون بكاستوي وبيرجع للحضارة وبيكون عم يشعل القداحة، يشعلها ويطفيها، هو كان عم يعاني ويحافر لحتى يشعل النار. وأنا هيك طبعا إنه اشعل اللمبة، طلع فيها تفرز لي هيك كذا صورة من ذاكرتي، رجع أطفيها، ارتعب، رجع اشعلها، ترجع هيك صور من طفولتي، صور اخواتي وهن صغار، صور كذا، ارجع اطفيها. طبعا شو عم يصير في حالة يعني ما كانت كتير سهلة الصراحة. خاصة كمان إنه رحت على الحارة القديمة تبعنا، كل شيء صغير، لأنه أنا كنت شوفها من كنت صغير فكنت شوفها من السور يلي هالقد طلع، هالقد ارتفاعه من على الأرض، أنا كنت شوفه عالي لأنه كان بالنسبة لي يعني قفزة منيحة. تمام. ايه انترستينج شلون الواحد بيرجع بيشوف الأشياء القديمة بعين جديدة. نزلت بعد قديش على البلد؟ بعد 14 سنة غياب. تمام. ودغري بعد التحرير يعني فورا. فورا. التحرير أطف فورا. ما فيك انت هون بلحظة ما فيك انت تراجع بصراحة. أنا علاقتنا مع الثورة السورية مثل علاقتنا علاقة سامة مع شريك عاطفي، أكلنا منا سموم لشبعنا، يعني مع كل الاحترام لثورتنا، بس نحن عانينا بهذا الوقت. هدول 14 سنة حرب مرة تانية، نحن ما ننسى، عشنا فيهم كتير ألم، بنفس الوقت عشنا فيهم كتير لحظات
مهمة بحياتنا لإلنا، عشنا experience تجربة كتير مهمة غيرتنا من جوا، خلتنا نحن نكون مجروحين وخلتنا نكون خسرانين ومهزومين بداخلنا، وبعدين عطتنا نصر مهيب. فهي التجربة السامة نحن بحاجة بسموها بالإنجليزي closure، بعدها بحاجة لشي خاتمة. فالنزلة على الشام كانت بالنسبة لي هي الخاتمة يلي انت بتقعد تعمل ريفلكت، تعكس كل شي صار معك بحياتك، تقعد بتراجع، تعمل له مراجعة، وبتقعد هيك بتسرد فيه وبتصفن فيه وبتقول انه هون كان هيك وهون كان هيك وهون كان هيك. وانا هلأ يعني انا هلأ بصراحة ممتن لهال 14 سنة، مو للمواقف الأليمة اللي فيها، قد مو نحنا شو طلعنا آخر شي، ونحنا شلون إنه تجاوزنا هذا الوضع. لسه الطريق قدامنا صعب، ولكن نحنا عملنا كتير شغلات مهمة وحلوة بحياتنا. فخور بكوني جزء من هي الرحلة. حزين على اللحظات يلي ما كانت مشبعة للآخر، حزين على الناس يلي فقدتها، يلي راحت، وبنفس الوقت سعيد بكوني جزء من هي المغامرة البحتة. لما الناريشن بحياتنا، الطريقة اللي نحن بنشوف فيها حياتنا بتعكس كتير، بتعكس حالتنا، بيعكس حالنا. لما طلعت على السويد وعلى أوروبا بشكل عام، وكنت أحكي عن خلفيتي أو خلفيتي كحدا جاي من الحرب، وأحكي عنها بطريقة أليمة وبأنه أنا عايشت ظروف صعبة، كنت ينتهي فيني المطاف بأنه حس حالي أنا الشخص الديسبرت، الحدا البائس اللي يشفق عليه. ولكن لما أنا صرت روح وأحكي عن مغامراتي بأنه أنتوا كلياتكم يا أيها الشعب الأبيض ما عشتوا تجربة مشابهة لهي التجربة، نحن عشنا تجربة كتير قلال اللي عاشوها، أنك أنت تنتقل بين أماكن متعددة وتشوف من قمة الأسى، من القاع تبع الأسى والألم، لتنتقل لأراني هي تعتبر الأفضل بالعالم، وتحكي مع الناس اللي هي المفروض إنه هي تكون بقمة الرفاهية. فساعدني بأنه أنا أنقل حالي من هون لهون، بأنه كيف غير الناريشن، كيف غير رؤيتي لحالتي، إنه أنا بدل ما أكون شايف الشيء اللي أنا عشته هو مأساة، أنا شايفه إنه أنا هذا اللي عشته هو مغامرة، هو مغامرة أنا عشتها كبيرة، وشفت فيها كتير شغلات، عشت بحالات، شاهدت معارك وشاهدتها وضرب رصاص، وشفت مشاهد عنيفة جدا، وطلعت منها وأنا كحدا لساتني واقف على رجلي من بعد هاي المعايشة. ونحن هذا بحد ذاته يستحق الاحترام. فنحن كلياتنا كشعب سوري نحن لساتنا واقفين على رجلينا، عم نعيش وعم ناكل وعم نحكي وعم نشتغل. هاد كلياته بيدفعني لأنه أكون أكثر امتنانا لهذا الشعب. أنا بضم صوتي لصوتك، أنا جدا ممتنة الحمد لله، والحمد لله اللي عشنا هاللحظات. يئست إبراهيم من الثورة السورية، يئست معه جتك هاي المشاعر إنه خلص إحنا بعتقد هي آلية دفاع. أنت يعني خاصة إنه أنت مرتبط جذورك هون بهذا المكان، جذورك جذورك اللي هي أنت مرتبط بهذا المكان، أنت طالع من هذا المكان وأنت ما فيك ترجع له وأنت محروم منه. وأنا خلص طبعا إنه يعني أزوي كطريقة لحتى الواحد يحمي حاله منها، إنه خلص شطب عليها. أنا بالأساس ما بدي إياها، شو بدك تعمل؟ ما فينك تروح عليها، فخلص شو بدك تتأقلم مع الوضع؟ بدك تضلك قاعد حاط الحزن بالجرد؟ ما بيزبط، ما بيمشي الحال، بدك تتعامل معه. فبهي الطريقة تعاملت معه. اليأس كمان هو من آلية الدفاع، من حالة كمان انهزام. نحن انهزمنا يعني، كنا بوقت من الأوقات بالفم المليان نطلع نقول نحن خلص انهزمنا، مشي الحال. كان قمة حلمنا إنه يكون في مصلحة روسية بتغييره، بس مع بقاء كل شيء. يعني وين نحن قديش كنا عايشين بسوداوية، قديش نحن فقدنا الأمل. الواحد بيعترف بهدول القصص. أنا كنت عايش بهذا الشكل.
لما حدا بيطلع لبرا خاصة على أوروبا، هاي شغلة شاهدتها مع عالم كتير بيعيشوا بأزمة هوية، فعليا بيعيشوا أزمة الناجي، نفسها اللي حكيت عنها قبل شوي، إنه أنا نجيت غيري ما قدر ينجو، بس في نفس الوقت بيكون عايش بحالة انفصام عن الواقع، حالة إنه أنا شلون بدي أعيش حياتي هون وعالم عايش هنيك بهي الطريقة، شلون بدي أقعد أعمل فيكا بالسويدي يعني الاستراحة، شلون بدي أقعد أعمل فيكا وهيك أقعد مع الكوليجور الزملائي بالعمل وشرب أنا وياهم قهوة ونضحك وشوفون عم يضحك وشاركهم بالوقت اللي أنا أهلي اللي هن أهلي أساساً عايشين ظروف صعبة. شلون بدي منطق هذا الحكي، شلون بدي أنا ما أتأثر، شلون نفسيتي بدها تضلها منيحة. فعليا شوي مخك كآلية دفاع ولا يحمي حاله بقص حبل المشيمة بينك وبين جذورك لحتى يحاول يحميك. بهاي اللحظة أنت تنتقل من أزمة الناجي بتفوت بأزمة الهوية، من تحت الدلف المزرعة، الانتماء إلى أين أنتمي. هاي كمان عشتها بشكل كتير كبير. رجعت على سوريا وتميت فترة منيحة بسوريا تقريبا ما شي 6 شهور. حكي لنا عن هي يعني وقت عايشت الشعب السوري على أرض الواقع، معاناته اليومية. حكي لنا شوي عن هدول القصص، كيف كان الوضع، النفسيات، العالم، شو ناقص البلد، سلبياتها إيجابياتها. سرد لنا بهاي القصة. نزلتك 6 شهور كأنه نزلت ولا؟ اي قعدت 6 شهور والله، قعدت نص سنة كاملة. ما لها سهلة الحياة بسوريا، ما لها سهلة، ما لها بسيطة بجوانب ومعقدة بجوانب تانية. وبظل كل هالمتغيرات هاي فينا نقول انه في تقدم بسيط، قصدي ملموس، ولكن هو بسيط وبحاجة لوقت، لأنه طبعا 14 سنة يعني حرب، في كثير شغلات مهدمة. البلد فعليا مسكجة تسكيج، مثل طاولة بيتنا يلي هي فعلا نحن طاولة أهلي شارينا قبل ما أنا انولد من حدا هو كان عنده إياها، هو نجار، هو عنده إياها، بس يعني هي كتير متقنة، كتير مستخدمة، وعنا إياها ولهلأ لساتها موجودة، عمرها يعني أكبر من عمري، ومسنودة على الكراسي لحتى تضلها واقفة هيك مسكجة. هيك البلد واقفة محطوطة على الكراسي اللي هن حاملينها. تمام. فلحتى أنت توقفيها على رجليها للبلد بحاجة إنه من جذورها بدك تشتغلي، وهذا الحكي بده وقت. ففي تحسن طفيف ولكنه بطيء، وعم يطلع، هو بيصير هاد يعني بيضل بسيط لحد ما يصير يبين بوقت معين، لأنه في شغل عم ينشغل، عم ينشغل بتحسي إنه ايه الناس اللي اتليست انا هذا اللي لمسته. بنفس الوقت نحن حاملين معنا بإجا كبيرة من هدول 14 سنة، مو من السهل نحن نتخلص منها، فبأي لحظة ممكن نحن نوقع بعض. فهون هذا التحدي تبعنا يلي إنه نضل نحاول شوي نشوف مصلحتنا كلياتنا ككل، نحن كمواطنين. أنا سوري وأنت سوري وهو سوري، فبالنهاية شو مصلحتنا؟ أنا بيهمني بلدي وأنت بيهمك بلدك، لأنك أنت سوري وأنا سورية وهو سوري. فإذا بس كلياتنا بنفكر تحت هذا نحط هذا الشيء بين عيوننا، فبتوقع يعني إن شاء الله بنحاول ما بنوقع. اليوم مصلحتنا نحن كلياتنا تقتضي، كمصلحة عم بحكي، تقتضي إنه أنا أشوف مصلحة الآخر ودارية، ما حاول إنه أنا قاتل على حقي. من مصلحتنا كلياتنا أن نوصل لاستقرار، بحيث أنه لا يستفز الطرف الثاني ولا أنا عندي أستفز، بأنه نحن كلياتنا نمشي سوا، نزق المركب بالضبط مثل قانون السير اللي ماشي عنا بهالحياة اللي بالشام. تروحي بسوريا قانون السير هو املأ الفراغ التالي، الواحد بيشوف بيروح فورا بيزيبق بنط بيوقف. الناس بتحاول وبتناور وبتمشي، وهذا بيكسر على هاد، وهذا بيطلع فوق هاد، وهذا ما بعرف شو، ناس بتعيط وناس تصدم وناس كذا. آخر شيء كل واحد بيوصل على بيته. نحنا حلمنا إنه هيك نعملها، نكون آخر شيء نوصل نحنا على بيتنا آمنين، نقدر نعمل سوريا اللي تخلينا نحس حالنا عايشين بوطن بيحمينا، بيعطينا الأمان، بيعطينا الفرص،
بيخلينا نزدهر. تمام. خلينا نرجع شوي لكان نحكي شوي عن الوضع الاجتماعي بسوريا كشعب، كتعليم، أنا هاد حابة نحكي شوي فيه. شلون شفت الوضع على أرض الواقع إبراهيم؟ الناس بمعظم الوقت عايشة بحالة السرفايفل مود، عم تحاول تنجو بحياتها، عم تدبر راسها. وهذا مو شيء جديد علينا. أنا لما كنت كمان بسوريا بالوقت اللي كنا فيه قبل الثورة قبل كل شيء، كنا نحن عم نحاول ننجو بحياتنا، نحاول شو بيقولوا نزق المركب على قولة المصاروي، نحاول نحن نمشي الليلة، نعيش، نحاول نحن نبني، بدنا نبحث عن حالنا. انتي فعليا انا من الشغلات اللي كتير مشتاق لها كنت انا بسوريا اني امشي بطريق مستقيم، اني امشي هيك بس. هذا الشيء اللي هلا هون بتعمليه بألمانيا، انت ما بتفكري بهذا الشيء انه انت بتعمليه. الناس بسوريا ما بيعملوا هيك، ما بيمشوا بطريق مستقيم. الناس بسوريا بتمشي زيكزاك طول الوقت، لانه في طريقك ما له مستقيم، لانه دائما حتى لو كنت ماشي على الرصيف والرصيف عريض، في سياره طالعه من هون، في عالم جايين من هون، في جوره. حتى لو كنت عم تسوقي مسكليته عم تسوقي سياره، في جور بالارض انت حتحاولي تتحاشيها. فدائما عندك اليقظه، يا سلام، يقظه، لأنه أنت في عندك شغلات بدك تحاولي تهربي منها، فما فيك تخلي مخك يسرح. هاد هو نفس الشيء على سوريا كلياتها، مو بس طريق، كأنت حياة هنيك ما فيك تتركي مخك يرتاح. تعال أخذ لحظة تأملية، بصعوبة بدك تعمليها، ما فيك تعمليها وانت تبع انه هي تجيكي بينها وبين حالها. تودي ابنك هلا على المدرسة، تروحي عند البطات، تعملي عند البطات، تقعدي عند البطات تصفني فيهم هيك، يا سلام على صوت العصافير، تسلحي من رجليكي وتعدي هيك تمشي فوق التراب بتقرضي. هنيك ما بيقدر الواحد يقرض، لأنه ملعون سلافه الواحد للبني آدم، ما بيقدر انه هو يعمل هذا الشيء. والواحد بنفس الوقت يلي الواحد ما بيقدر انه هو يقرض، بأمس الحاجة انه هو يقرض، بأمس الحاجة انه هو يكون نفسه، بأمس الحاجة انه يعرف كيف بده يطلع من اللوب، من هالدائرة هي الطويلة اللي بتضلك دائما عم تعجنك وتتك الباترن دائما عم يتكرر، طابع عم تضرب تك 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 تك. ايمتى بدك تطلع منها؟ مو غلط إن نحن نضلنا عم نكرر الباترن، النمط اللي نحن عم نعمله، بس إنه نحن نكون واعيين إنه نحن عم نكرر هذا النمط، مرتاحين معه، مو مرتاحين معه، نحن عم نكرره لأنه هو عم نحاول نحن نوصل لحل لهي المشكلة. فنحن عم نحاول نكرر هذا النمط لحتى نفهم أنا شو عم حس هون وهون وهون، لأنه ممكن حركة إضافية تعطيني حل أنا مالي شايفه يطلعني. تمام. يعني الشعب السوري، فالشعب السوري هو حاليا عايش حتى أنا لما رحت لهنيك بالسرفايفل مود، الأوتو بايلوت هو اللي أكتر شيء مسيطر. مشان هيك كنت عم حاول إني أعمل، بدي أقول لك إنه شلون ممكن نساعد هذا الشعب. أنت يعني شو عملت مبادرات؟ إذا عملت ورشات عمل عن الظل. ما أظن الوقت بيسمح بأنه نحن نحكي كتير عن الظل، لأنه مفهوم الظل مفهوم كتير عظيم. كارل يونغ اللي حكينا عنه قبل شوي، كلثوم تبع علم النفس، هو مؤسس عمل الظل. الظل هو اللي بيولد معك من اللحظة اللي أنت انبضيتي فيها من رحم أمك. ظلك هو كل شيء قمعتيه أنت بمشاركتك، والجزء اللي انت انقمع جواتك بمشاركتك من المجتمع يلي حواليكي، اللي هو ما تقبله حواليكي، فانت قمعتيه. الجزء المقموع منك هو ظلك، الجزء اللي انت ما بتعرفيه، الجزء اللي انت غير واعي له، المعتم، يلي هو انت بتفكريه معتم، وانت احيانا كل ما صار معك موقف او هيك او بدك تيجي تحكي فيه، فانت بتروحي بتزتيه بغرفه الكراكيب تبعاتك، بتسكري عليها الباب انه خلص انا خفيتها لفيتها هلا ما عاد تطلع لي بخلقتي. فعليا الشغلات اللي نحن بنزتها بغرفه الكراكيب، بنزتها على الظل، بتطلع قدامنا بتنبئ لنا براسها كيف على شكل احداث تكون واضحه صريحه، ونحن نسال حالنا انه ليش هيك؟ ليش علاقاتي ما ظابطه؟ عم تتكرر معي نفس المشاكل؟ ليه عم يتكرر نفس المشاكل اللي كنا عم نحكي عنها؟ لأنه
في عنا جزء جواتنا نحن مالنا متصالحين معه، مالنا خالصين منه. فعليا نحن مالنا واحد. مم. نحن برحلة اغتراب. كل ما كان ظلنا معتم أكتر، كل ما نحن ما كنا واعيين له بشكل أكبر، كل ما نحن عشنا برحلة غربة واغتراب. لأنه فعليا مو أنا الشخص اللي عايش، هاد حدا تاني جواتي هو اللي عايش، هو الماسك، هو الطبقة البرانية. ولكن أنا الكور تبعي، الجوهر تبعي مو هو اللي عايش، مو هو اللي عم يعيش هذا الدور. حلو كتير. قدمت هونيك ورشة أو عملت ورشات عن عمل الظل. كانت الناس أول شيء متفاجئة إنه ما عم تفهم شو يعني ظل، إنه يعني شو يعني ظل، ليش ورشة عمل عن الظل، شو يعني ظل، ما لها كتير مفهومة. بس الناس اللي كانت عم تجي تحضر هي بس تطلع يكونوا كتير معباين من جوا بطاقة كبيرة وحاسين حالهم أقرب لحالهم. حلو، فتحت لهم هيك طاقات. كمان عملت مبادرة تانية، هي مبادرة اعتكاف. إنه شلون قلنا لحظات تأملية، إنه هيك تسرق من أسبوعك ساعة ساعتين زمان، تقعد تطفي فيها الراوتر بطفي فيها الراوتر، والله هي تطفي فيها المعالج، وحاول هيك تقعد بس ريح رنح. حبيت فيك تتعبد. العبادة شغلة كتير مهمة وبتغذي روحك وتخليك تكون أقرب لذاتك. حبيت فيك تتأمل، تأمل كتير مفيد بيخليك كمان تتواصل مع ذاتك. حبيت فيك تصفن بما حولك، تتأمل الناس اللي حواليك، تتأمل العباد، تتأمل الجدران. كنت عم بعملها أكتر شي بجامع الأموي. وجامع الأموية الله من أجمل الأماكن اللي ممكن الواحد يقعد فيها، طاقته كتير حلوة. هذا البناء الضخم الهائل اللي بتصفني تبع إنه فورا ما في، يعني أول صورة رح تخطر ببالك هو شلون كان شكله أول ما عمروه، وشلون قديش حجم الإنسان صغير قدامه. لما نحن بنعمر المعابد كلياتها بالعالم كلها، جوامع وكنائس ومعابد، تلاقي حجمها كبير، صح، تعطيكي الهيبة والرهبة، تحسي فيها بصغرك، وتكون فيها فسيحة. تحسي إنه أنتي مو بس صغيرة بالحجم، تذكري أنت كمان صغيرة قدام العالم يلي مرت. لأنه هو صرح كتير كبير، فهو بيعيش لفترات طويلة، بيعيش أكتر من البيوت العادية بكتير. فهو بيبقى عمره مثل الجبال، مثل عمره طويل. فبتصيري تحسي حالك صغيرة بالعمر كمان. إنه أنت قد ما طول عمرك، قديش عمرك ممكن يصير 100 سنة يا أخي. إنه هذا الجبل اللي قدامي، هذا الجامع صار له 1400 سنة و1300 سنة. قديش مروا عليه عالم، قديش مروا عليه دعسات وناس، قديش تغيرت فصول وراحت فصول مرقت حروب وراحت حروب، وانت هلأ ولا شيء. شايفي هذا التفكر، هاي اللحظات التأملية اللي ممكن إنه الواحد هو ياخدها، هي بتعطيك هيك شوي فسحة من هذه الحياة، بتخليك مثل الهامستر هذا اللي عم يدور على الدولاب، الفارة اللي عم يدور على الدولاب، تطلع شوي ترتاح وتصفن. لأنه أنا شو كنت عم بعمل؟ تصفن بهاي الطابة اللي هي عم تدق وترجع، هاي النمط اللي انت عم تكرره كل يوم عم تروح على شغلك، عم تعمل الشغلات اللي انت عم تعملها، عم تاكل وكذا، ترجع تفكر بحياتك، بحالك، بمعنى لحياتك، بشو بدك انت بهاي الدنيا، مين انت أساسا. كان في إقبال على هاي المبادرة إبراهيم؟ لا، كان في مديحة. إقبال هي اسم أمي. سلم لنا عليها. كان في إقبال. ايه كان في 4 اجوا شاركوني. لا، ما كان في إقبال، بس أنا كمان صراحة ما عطيتها كتير جهد ووقت. كنت تارك الموضوع ينمو أورجانيك، لأنه أنا كان بدي أساساً أعملها جزء من حياتي أكتر ما أنه أنا بدي أعملها كنشاط اجتماعي. يعني ما كان هدفي منها الوصول، إنه أنا عم بعمل هذا الشيء اللي حابب يجي معي أهلا وسهلا. أنا بحاول أعملها لحالي أول شيء. أنا أساساً يعني عملتها كذا أسبوع، وبعدين وقفت لما انشغلت وصار معي يعني قصص شوية هيك مشاكل نفسية، فوقفت. بس هلا إن شاء الله كمان ناوي لما أرجع فاعل هذا الموضوع.
بدي أحكي شوي معك شو ممكن نقدم نفسيا، يعني شو بحاجة الشعب السوري هلأ على الصعيد النفسي، يعني نحن بحاجة منظمات، بحاجة شو برأيك بما أنك أنت بهذا المجال إبراهيم؟ يعني مثل ما قلت كلياتنا مدمرين وطلعت دراسات، فشو لا يعني شو المبادرات اللي لازم تصير؟ كيف ما بعرف إذا في عندك رأي أو عندك رؤية للجانب هذا النفسي للمجتمع السوري. من خلال شغلي أساساً كل شيء عم حاول أعمله كنت عم حاول إنه أدفع الناس إنه هن يقلبوا عيونهم لجوا ويشوفوا حالهم. تمام، بس هل هذا الشيء كافي إبراهيم؟ ولا نحن بحاجة لشيء منظم؟ يعني تماما هذا الشيء اللي هو البداية أنا اللي عم بشتغل عليه هو الشيء الأرضية اللي يعني أكيد نحن بحاجة لمنظمات تدعم بهذا المكان وبحاجة لدعم لوجستي وقصص كتيرة، ولكن مبدئيا بالنسبة إلي هو بس إنه قول للعالم أنت لما حتعرف حالك وحتكون حالك حتكون مرتاح أكتر بكتير. فتقبشني ما بدي وقفة، وقف على المراية وسأل حالك كيفني. هلأ هيك إذا فينا نحن نطلب من الجمهور إنه هن يوقفوا هذا البودكاست وياخدوا هيك صفنة بس مع حالهم ويقولوا أنا كيفني، ضلني واقف هيك أنا أعمل شيء. سؤال مهم جدا هو كيف أشعر حيال هبة الحياة اللي أنا أخذتها؟ هل أنا أستحق هي الهبة اللي أنا أخذتها؟ هل أنا حاسس بحب اتجاهها أم أنا حاسس بإني نكرة وحاسس بإني ما بدي إياها وحاسس بإني نقمة أو بنقمة عليها؟ هل حاسس إنه أنا إمتى اللحظات اللي حسيت فيها أكتر شيء إنه أنا عم كون نفسي، وإمتى اللحظات اللي أنا بحس فيها إنه أنا ما عم كون نفسي؟ ليش بحب اللي بحبه؟ ليش بكره اللي بكرهه؟ هدول الأسئلة كلها لما نحن منجاوب عليها هي بتودينا لفهم أفضل لحالنا، تخلينا نحن نعرف نحن مين. مجرد سؤال بسيط مثل هذا ليش بحب اللي بحبه وليش بكره اللي بكرهه، هذا ممكن إنه هذا السؤال اللي هو كتير بسيط العبارة عن شقين هو ممكن إنه هو يخليني أفهم حالي كلياتي من A to Z. بدي أقول لك هو عبارة عن شقين بس هو جدا عميق. حلو. طيب إبراهيم كيف بتحب تشوف سوريا بعد كم سنة؟ يعني شو أحلامك وأمنياتك لبلدك؟ أمنياتي لبلدي مثل ما في اضطراب مع بعض الصدمة حكيت قبل شوي، في نمو مع بعض الصدمة. إذا نحن فعلا سردنا مع حالنا وشفنا شو فعليا الشيء اللي صار فينا، هدفي من خلال عملي إنه حقق هذا الشيء، إنه نمو مع بعض الصدمة. لما نحن نعرف كيف تأثرنا ومننمو جوات حالنا ومنزدهر منكبر جواتنا، بيكبر تكبر حالنا بيكبر بعيننا. نحن بنكبر بعين حالنا ومنصير نحن عم نعرف لوين بدنا نروح، عم نعرف شو بدنا ومرتاحين أكتر بكوننا نحن مرتاحين بعلاقاتنا، عنا شي عم نعمله ونقدمه، مرتاحين بإنجازاتنا، مرتاحين بدورنا، مرتاحين بكلامنا، مرتاحين جواتنا هون بإحساسنا. هاد بيخلينا بيعطينا دفشة كتير عظيمة إنه نحن نطلع. بيبقى الشغلات التانية هي تحصيل حاصل جاي. تمام إبراهيم، أنا بدي كمان يعني ضم صوتي لصوتك. العامل النفسي أو الجانب النفسي ما لازم نهمله، خصوصي نحن كشعب سوري ما نقول والله هذا الشيء في شيء أولى. يعني لا، حاول تتواصل مع معالج، مع أي شخص، لأنه كلياتنا مثل ما قلت نحن اللي برا واللي جوا عنا صدمات وعنا مشاكل، فنحاول نعالجها. لأنه الأم اللي عندها مشكلة نفسية عم تطلع بالولد، والولد عم تطلع الولد اللي شاف هذا الشيء وما تعالج كمان ما رح يقدر، حيواجه صعوبات بالتعلم، حيواجه صعوبات بالحياة، فما حيكون جيل سوي. فنحن لازم نركز على هذا الجانب. يعني في كتير جوانب بحاجتها البلد وبيقولوا إنه أولى، بس أنا والله بشوف العامل النفسي جدا مهم.
لأنه لا الطفل رح يقدر يتعلم إذا هو ما سوي نفسيا أو عنده اضطرابات نفسية، ولا الأم رح تعرف تربي، ولا الأستاذ رح يقدر يعلم. فهذا الجانب جدا مهم. فيا ريت ورح نضل كلياتنا مشحونين وموتورين ونزقين وبس بدنا نتخانق الدبانة بوشنا. وهذا الحكي صحيح 1,000,000%. شو حكيتي نقطة؟ ايه نحن بنسبب تراومات لغيرنا. هي يعني أساساً فعلياً في دراسة انعملت إنه التراما ممكن تنتقل فعلياً بالجينات، جينات اللي جواتنا اللي نحن عشناها كرعب. هذا الرعب اللي نحن حسينا فيه نحن حننقله يعني بالدي ان اي تبعنا. عم نحكي عن شيء كتير فيزيكال، مو عم بنقله كتصرف. هذا غير التصرف بقى، لأن أنا تصرفاتي مدفوعة كلها بخوف، فعم تسبب مشاكل للناس، مشاكل بالعلاقات اللي أنا موجودة حوالي. فأنا دائما عم لاقي حالي عم بصطدم، عم بتعرض لرفض هون، وعم بصطدم بهاد هون، وما بعرف شو هون. فهاد كفيل بأنه هو يسبب حتى تراومات، يزعج الناس اللي حوالي، يزعجني أساساً مبدئياً. يعني هو مو مصلحتي، ويزعج الناس اللي حوالي ويسبب لهم يمكن ترامات. هل فعلاً نحن بدنا نسبب لأولادنا ترامات؟ هل فعلاً نحن بدنا نسبب للناس اللي حوالينا ترامات؟ هل فعلاً أنا بدي يكون عايش حياتي مزعوج وما عم بعرف شكل علاقات صحيحة مع العالم وصحية لإلي تناسبني وتناسب العالم اللي حوالي؟ هل فعلاً هاي الحياة اللي نحن بدنا إياها؟ نحن نستحق حياة جميلة وحلوة. ولما أنا بشفي حالي بيصير أسهل علي الحياة بحد ذاتها. يمكن التراومات اللي أنا معاني منها هي مو أنا اللي ساويتها لألي، مو أنا اللي سببتها لحالي، بس هي مسؤوليتي إنه أنا أشفي حالي، لأنه بالنهاية أنا هذا حالي، مين إلي غيري وبشني حالي؟ تمام. ويعني الله وصانا إنه سابع جار نزعل. فورا هي تجي هي بعدها. كانت في براسي فكرة عميقة راحت. صارت عند الجار. صارت عند سابع جار. تمام. مثل ما قلت خلينا نكسر هي الحلقة وما ننقل هي التراومات مثل ما قلت يعني. إذا بتحب تحكي كلمة أخيرة أو تعمل عندك كلمة حابب؟ لا كنت أقول لك كمان إذا حابب تحكي كلمة أخيرة للسوريين، للعالم، للكرة الأرضية، ما بعرف. لما نحن بنسمع البرسبكتيف الثاني من جوا شلون عايشوا بيختلف كل الرواية. أكيد طبعا. يعني أنا انفصلت من تقريبا شي 2-3، وكان هو الانفصال بروسس بحد ذاته. فكتير أحيانا كنا نعلق بمشادات وخنايق. أنت لما بنعلق نحن بمشادات وخنايق بتلاقي حالك فورا علقت باللوب تبع انه انت بدك تثبت انك انت صح. بتصير بتلاقي الايجو هو اللي عم يتخانق، مو انت، مو مصلحتك بالنهايه. طبعا. لما نجي هيك بعد الخناقه واثناء الخناقه او كذا هيك نقعد نصفن انه ثواني، نحن ليش كنا عم نتخانق؟ شو كان الشيء اللي صاير؟ انا شلون حسيت وقتها؟ وين رجعت خطوه رجعت خطوه. انا متاكد انه هي بتحبني وتكن لي كل الحب، وانا ايضا اكون لها كل الحب. طب ليش عم نتخانق؟ فأنه هون ترجع بقى أنت بتصفن، ترجع كل وحدة لمسببة. لما بتجي بتقعد بتحكيها وبتتبادلها بين الطرفين، فبتحس في جدار كبير كله وقع، كله راح. لما بتسمع البرسبكتيف الثاني، لما الحدا بيحكي لك روايته كلياتها من أولها لآخرها، بصير أسهل عليك إنك أنت تفهم شو زاويته. طبعا بدي أتشكرك كتير إبراهيم. أنا كتير كنت سعيدة يعني بالحكي معك وبالحوار هيك الظريف العميق. يعني ملعبي هذا لأنه تسلمي لي، أنت عاكسة عليكي الشمس فمبيني الشمس. أنت تسلم يا رب، كلك سوا. تقولش لي يا حب شكرا لك. أنا بحب أقعد بالظلمة. بالظلمة. أنت الشادو. أنا الظل. طبعا. شكرا كتير لك حبيبي.